كونتراكت بتاع صلاح الجديد، تجديد صلاح مع ليفربول. احنا عشنا مع صلاح فترة كبيرة قوي من ايام ما انا كنت في اولى جامعة، وانا كنت بتفرج عليه لحد النهاردة. فيعني بنينا ذكريات كتير، ماتشات كتير حلوه سوا وبتاع. بس جالي كده ريفلكتيف ثوت لما شفت اعلان التجديد بتاعه مع ليفربول، والكلام اللي اتقال في الفيديو انه I love the place here, my family love the place. الكلام اللي قاله هو مش كلام، لو تلاحظوا ما يعتبرش كلام ارقام او كلام مش مادي. الكلام اللي اتقال كله هي حاجات بتنم على ان الشخص ده لقى راحته في مكان معين، حتى لو ده يعني كلام دعائي او سكريبت مكتوب او كده، بس اكيد برضو اتس انسبايرد من حاجه جواه، مش حد كاتب له كده اي حاجه وخلاص. فكنت ساعات بتساءل كتير لما بنزل مصر بعد مثلا فتره بره، او حتى لما باجي هنا وبلاقي ناس في نفس المكان بتاعها، كنت ببص عليهم بالنظره الماديه اللي هي بتاعت الفرخه اللي ما بتبيضش بتتذبح، او ان احنا دايما كل يوم لازم في همه الاعلى الاعالي ومش عارف ايه. ده تمام، ده موجود وانا بسبورت حاجه زي كده وبدعمها، ولكن ساعات الواحد بيختار حته ان هو يرتاح فيها. حاسس ان تجديد صلاح الاخير مش سعي وراء فلوس اكتر، ولا سعي وراء ان انا اكون اكتر واحد بيقبض في البريمير ليج. فكره ان هو اكتر واحد بيقبض في البريمير ليج دي حاجه تقديريه بسبب المستوى اللي هو بيقدمه، ولكن ستيل زي مثلا توتي في روما، زي جيرارد في ليفربول، زي الناس دي لو كانت راحت مثلا ريال او راحت باريس او وات ايفر مانشستر سيتي او بتاع، هتاخد فلوس اكتر كتير. بس الفكره هنا ما بتكونش في الفلوس والارقام واراء الناس وبتاع، في بارت مهم جدا للانسان لازم يفضل فيه عشان يأدي. زي كوتينيو لما راح برشلونه مستواه نزل، وزي لعيبه كتير حصل ده، وزي ناس كتير مثلا كانت في مصر وسافرت بره، ان كان امريكا، امارات، السعوديه، المانيا، وات ايفر. واول ما سافرت رغم ان هي كانت بتأدي جدا حلو جدا في البلد بتاعتها في مصر، سافرت لقت نفسها باكج معينه من الحياه هي مش قادره تأدي بسبب ان الباكج دي خلاص ما عادتش موجوده. فسبحان الله الواحد دايما محتاج يدور على الحته اللي هو بيقدر يأدي فيها، حتى لو اتغيرت الظروف حواليه او بقى فيه صعوبات او كده. لانه هو الموضوع مش كله رأي الناس والماتيرياليزم والماديه واعلى رقم واعلى حاجه واحسن حاجه واسرع حاجه وبتاع. مش شرط دايما، مش شرط. بترجع انت الهوم تاون بتاعتك، ان كنت انت مغترب مثلا، ليتس سي حد من بورسعيد، حد من اسماعيليه، حد من السويس، حد من الشرقيه، حد من اي حته، وراح القاهره ورجع تاني الهوم تاون بتاعته، بيلاقي ان الناس زي ما هي ومبسوطه. عندها التحديات بتاعتها، كل واحد عنده تحديات، بس ستيل مبسوطه ومرتاحه للمكان اللي هي فيه في الحياه، ومش ندمان على حياتها. عادي. يمكن هو اللي حاسس ان هو ندمان بسبب ان هو لو اتحط مكانه مش هيرضى. وده كلام انا بحاول اقوله لنفسي قبل ما اقوله يعني اون كاميرا. مبروك لصلاح طبعا، تجديد رائع. بس دي ريفلكتيف ثوت حبيت اشيرها معاكم وبس كده. ده بارت من الفلوج، استنوا الفلوج كامل هيجي ان شاء الله قريب. يلا.